ألعن من الكفر. ولما يوصل بينا الإهمال إن طفل بريء عمره 31 يوم يكون ضحية إهمال أحد المستشفيات، مفيش كلام غير إن إحنا نقدم المواساة والتعازي ونعرف كل التفاصيل من والدة الطفل آدم الله يرحمه، الأستاذة المستشارة المحامية الأستاذة فاطمة. أهلا بيكي. أول حاجة بنقدم لك التعازي بقاء لله، ربنا يرحمه، هو أكيد مرحوم بس ويصبر قلبك يا رب. عايزين نعرف منك الحكاية. آدم كان معاكي في حضنك ودخل المستشفى، أول حاجة ليه؟ يعني هو ليه دخل المستشفى وإيه اسم المستشفى كمان عشان الناس كلها تعرف؟ أولاً أنا ما لحقتش آخد آدم في حضني إلا مات، لأن آدم اتولد دخل الحضانة في نفس اليوم. كان عنده صعوبة تنفس من الدرجة الأولى، حاجة اسمها TTN. فالدكتور الحمد لله قال كل حاجة كويسة، بس محتاج عنده حاجة زي رخفة كده نتيجة تغيير الجو ما بين بطن الأم أو الرحم وما بين العالم الخارجي. فمحتاج يقعد في الحضانة كام ساعة، كبيره قوي يوم. ده الوضع اللي اتقال لنا. يعني تقرير الدكتور إن الولد محتاج كام ساعة؟ بحد أقصى 24 ساعة، ده أقصى حد. هو قال لنا تحديدا من 6 ل 12 بس يعني خليها يوم. خليها يوم. فدخل المستشفى دي اصلا انا كنت متابعه مع صاحبها في الاول لسه ولاده اسمه عبد الرحمن محمد احمد رفاعي الحرب. المهم جه فراح كان كاتب لي على دواء السيتوفاج وانا كان عندي سكر حمل. فقالوا لي السيتوفاج ما ينفعش اصلا مع سكر الحمل. كمان اداني 4 حقن بتاعت الرئه، فقالوا لي كتير وما كانش ينفع والكورتيزون وبتاع. طبعا الكلام ده ما كنتش اعرفه لان متابعه معاه طبعا، بس مش متابعه معاه من الاول. انا كنت متابعه مع حد تاني خالص، مع دكتوره اسمها دكتوره امينه عبد الرسول، وكانت الدنيا ماشيه معايا كويس. لما جيت تعبت هي كانت في عمره فاضطريت ان انا اروح للدكتور عبد الرحمن. تمام. لما رحت بقى فضلت برضه بتابع معاه هنا، والدكتوره امينه على طول هي المشرفه الاولى والاساسيه على الحاله بتاعتي انا الصحيه. لحد ما اداني الحاجات دي بقت تزود معايا في الانقباضات، يعني في انقباضات كده بصفه مستمره ومتعرضه لولاده مبكره بدري. كذا مستشفى رحتها، مستشفى الزهراء، مستشفى بدران اللي في الدقي، دكتور اشرف مركز الحياه، قالوا لي ان في عندي انقباضات مبكره نتيجه الحاجات دي، فبتساعد ان انا اخش في ولاده بدري. طيب اروح يديني مثلا مسكنات ويديني كيتولاج على بروجستون على يعني حاجات كده ملهاش علاقه بالشكوى بتاعتها. هي كلها مسكنات عشان تاجل موضوع الولاده. بس طبعا انا اصلا باخد حاجه غلط بتساعد على الولاده او بتخلي الدنيا مش مظبوطه، ده على كلام الدكاتره، والروجيتا موجوده فيها سيتوفاج فيها حقن الرئه بخط ايده يعني. المهم فجيت في الاخر ما ولدتش معاه، اختلفت معاه فما رحتش ولدت معاه. ولدت بره المستشفى، ولدت في مركز حياه. الدكتور قال لي لا الولد كامل ومديني تقرير ان الولد ما عندوش اي مشكله غير التهاب رئوي من الدرجه الاولى. فدخل بقى المستشفى. انا ليا مستشفى دار الاسراء خاصه بالوراق 9 شارع ترعه السواحل بالوراق. فانا ليا حد قريبي يعني واحده قريبتي جوزها شغال بالمحامي بتاع المستشفى اسمه استاذ ناصر مكرم فنجلي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. دخل ابني هناك. المفروض انت عارف ان المستشفى فيها اصلا ادويه منتهيه الصلاحيه وليها محاضر سابقه، وانت المحامي بتاع المستشفى ما كنتش توديه. صح. لا ده هو اللي وداه، هو راح 1000 مره لحد من الزملاء اللي احنا كنا بنتحايل عليه وديه. اولا انا كنت تعبانه جدا لان سكر الحمل والجرح كانوا تعبني جدا جدا جدا. ولما عرفت ان ادم داخل هناك المستشفى دي انا قلت لبابا هو موجود بلاش المستشفى دي. انا اختلفت مع صاحبها فمش انا ما اضمنش يعمل ايه في الولد. طبعا لا اللي هو مش هينفع ومش هيحصل ومش معقول هيوصل لكده. انا بس عايزه اوقف عند اتفضلي. ان في ما يثبت ان المستشفى تستخدم ادويه او عقاقير منتهيه الصلاحيه. لا حضرتك في احكام محكمه مش انا اللي في احكام محكمه. طب فين وزاره الصحه؟ فين الرقابه على المستشفيات، الرقابه على الطب؟ يعني على ازاي؟ فكره اللي عامل المحاضر هيئه الدواء والتفتيش الصيدلي تبع لوزاره الصحه. طب لماذا لا تغلق هذه المستشفى او ناخد قدامها حكم صارم؟ حياه ولادنا مش لعبه، حياه انسان مش لعبه.
لحد امتى هنفضل ساكتين على الاهمال؟ يمكن الاستاذه فاطمه كونها محاميه قدرت تطلع وتتكلم وتجيب اوراق وتجيب مستندات، وطبعا احنا معانا كل المستندات، كل كلمه بنقولها المستند بتاعها موجود. خلينا كمان نقدم العزل لباشمهندس مصطفى، البقاء لله، ربنا يصبر قلبك ويعوضكم يا رب خيرا منه، ويكون سبيلكم للجنه يا رب ادم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا وصلنا لنقطه ان المستشفى فيها ادويه منتهيه الصلاحيه واهمال، ومش بس كده، وفي تلاعب في التذاكر وتلاعب في ملفات المرضى. وحتى النيابه كانت حرزت ادويه منتهيه الصلاحيه، وتم تعيين صاحب المستشفى عبد الرحمن وواحده ثانيه اسمها اسراء نصر دي ممرضه على اساس اللي متعينين حارس قضائي عليها لحين التصرف فيها. فض الحرز اللي النيابه العامه اصدرت بيه قرار، ورقم القضيه 11538. وهديكي كل كلمه بقولها بالمستند بتاعها. احنا هنقول ان احنا معانا كل المستندات موجوده، هتبقى في اول تعليق بعد انتهاء البث المباشر، هتلاقوا كل المستندات موجوده اللي بتثبت صحه كلامه الاستاذه فاطمه العيد. خلينا نرجع لموضوع ادم، الله يرحمه، ملاك الجنه، طفل الجنه. ادم ايه اللي حصل له؟ او ده ايه الاهمال او ايه حاله الاهمال اللي حصلت اخذت مننا ادم؟ لا، ادم حصل له كتير. ادم دخل صعوبه تنفس في الدرجه الاولى. تمام. قعد في المستشفى ما كانش عنده ميكروب ولا حاجه، تحاليله بتقول ان السي ار بي بتاعه التحليل الخاص بالميكروب نيجاتيف. كبيره كان 12 وقالوا برده بالنسبه لنا نيجاتيف، ما كانش في الولد حاجه. وقابلنا دكتور اسمه احمد كامل قال ان الولد كويس وهيطلع. كان تاني او تالت يوم مش متذكره بالظبط. بعد كده قال لي ده النهارده هينزل، هو داخل على نازل، اتحط على سباك وبعدين رجع تاني قال لي ده هو النهارده خلاص هينزل على نازل وهنجرب موضوع الرضاعه ويروح. ده القصه كده بتاعت ادم. رحنا تاني يوم الولد على التنفس الصناعي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هم قالوا لنا ان حالته اتدهورت وده ناقص مش كامل 5 ايام، احنا بنتكلم في 5 ايام، وان حالته بس تعبانه وده وارد وطبيعي، يعني ولد ما عندوش مناعه.